السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم في كل حب وخير. قبل قليل انتشرت إشاعة عن إجازة العيد، انتشرت بالجروبات بشكل خاص. أحد الأشخاص طلع منشور إنه فتحت إجازات العيد والناس حتنزل إجازة العيد، وحددوا تاريخ وحددوا وقت وإلى آخره من الأشياء اللي حذرنا عليها سابقا. ممكن يتعرض الشخص إلى عقوبة قانونية من قبل الدولة بسبب الإشاعات الكاذبة اللي عم تنتشر. أي شخص بتجي رسالة رجاء ما يبعتها على الجروبات بدون ما يتحقق منها. اللي عم بيصير إنه عم تجيك رسالة وأنت عم تحط لها نسخ لصق وتبعتها على كل الجروبات بدون ما تتحقق من شو مصدرها أو شو الخبر. إذا ما سمعت شيء بشكل رسمي من تلفزيون أو من جريدة أو من قناة يوتيوب معروفة أو مشهورة، اوعى تاخذ بالخبر وتنشره على كل الجروبات، لأنه ممكن تتعرض للمساءلة القانونية. موضوع إجازات العيد، إدارة الهجرة ردت أنه لحد هالوقت ما في أي قرار بهذا الخصوص، يعني ما في أي قرار أو ما في أي موعد قد تم تحديده بخصوص إجازات العيد. فرجاء نبتعد عن الإشاعات، نبتعد عن المواضيع هاي، ننتظر تصريح رسمي من إدارة الهجرة والجوازات. أيضا في رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيحكي فيها انتظروا خطابا لي يوم الأربعاء سأعلن فيه عن أخبار جميلة. في أخبار جميلة وسارة إن شاء الله راح يعرفنا عليها أو راح يخبرنا فيها خطاب الرئيس التركي يوم الأربعاء. إن شاء الله تكون أخبار خير ويرتفع هذا الحظر اللي مفروض يوم السبت والأحد، وتفتح الأمور، ترجع الناس لشغلها، ترجع الحياة طبيعية مثل ما كانت وأفضل بإذن الله تعالى. فرجاء ثم رجاء نكون حذرين من هذا الموضوع عشان ما نتعرض للمساءلة القانونية. حبيت نوضح هذا الكلام من خلال فيديو قصير حتى الكل يكون عنده علم فيه وما يبعث رسائل لأشخاص ثانيين بدون معرفة فيها. أيامكم طيبة سعيدة ومباركة، دمتم في أمان الله.